بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تبعد يا أب ابنك عن الصديق الغير مناسب؟ واللي بحكيه على الذكر ينطبق على الأنثى، اللي بحكيه على الابن ينطبق على البنت. هذا مقطع مهم جدا يا أباء ويا أمهات، أتمنى من كل من يشاهد هذا المقطع يساهم في النشر، والدال على الخير كفاعله، والأجر من الله سبحانه وتعالى. لما ابنك يتجاوز 12 سنة ويدخل في مرحلة المراهقة المبكرة ويتعرف على صديق غير مناسب، إذا حكيت له يا أب يا بابا ابعد عن صاحبك فلان، رقم واحد أنت انتقدت ابنك وانتقدت صاحبه. رقم اثنين، احتمال ابنك يرفض ويحكي لك يا بابا ما بدي. والأهم من هيك، احتمال ابنك يصير يخبي عنك انه عم بروح مع صاحبه فلان وبيطلع معاه. فبالتالي هاي الثلاث خطوات احنا ما بدنا اياها. طب كيف اخلي ابني يبعد عن صديقه الغير مناسب اللي احنا بنحكي عنه رفيق السوء، وبنفس الوقت احافظ على الصداقة والمحبة والعلاقة بيني وبين ابني؟ رقم واحد، لازم نستغل 3 صفات عند الصديق الغير مناسب اللي احنا بنحكي عنه رفيق السوء. النقطة الأولى، حبه للسيطرة والتملك. رقم 2، ما بحب حد يتدخل بخصوصياته. رقم 3، ما بحبش الشاطرين المؤدبين الملتزمين. طب أنا كيف بدي أستغل هذول ال3 صفات حتى أبعد ابني عن صديقه الغير مناسب؟ الآن إجا ابنك قال لك يا بابا بدي أطلع بكرة على السوق مع صاحبي فلان وهذا هو الغير مناسب. قل له ممتاز يا بابا، اطلع معاه وسلم عليه وانبسطوا، لكن يا بابا أي ساعة طالع أنت؟ بكرة يا بابا بكرة بدي أخذك عن بيت عمك، وخذه ثاني يوم عن بيت عمه. الآن ابنك راح يناقشك، لكن راح يكون نقاش طيب وهادي، وبالنهاية راح يتصل مع صديقه يعتذر. اعتذر. بعد 2-3 قال لك يا بابا صاحبي بيجي مثلا يتغدى عندي بكرة، بيجي بعد بكرة يزورني، مباشرة أقول له أهلا وسهلا، صديقك فلان بابا بيشرفنا، يا ميت أهلا وسهلا فيه، صدر البيت إله يا بابا. لكن يا بابا بكرة إحنا طالعين بإذن الله سبحانه وتعالى على المول أنا وياك، وبدنا نشتري مثلا بعض الحاجات للبيت، فيا بابا اعتذر منه، خليه يجي بيوم ثاني. هلا أنت يا أب عم تعتذر مش من الصديق، أنت عم تعتذر على الموعد، فبالتالي أنت ما في أي اعتراض على صديقه، وإنما تعترض على التوقيت. فهذا الحكي حيخلي ابنك يعتذر. فكثر الاعتذارات الصديق الغير مناسب راح يبلش يبعد عن ابنك. هذا بيسموه سياسة الأبواب المغلقة. طيب الآن ابنك اعتذر عنه، شيء جميل، وانت رايح مع ابنك مثلا على المشوار اللي انت حكيت له عنه، احكي له يا بابا اتصل مع صديقك فلان، اطمئن عليه، شوفوا يا بابا شو عمل، وين راح. انت الآن عم بتوجه ابنك بطريقة غير مباشرة حتى يتدخل بتفاصيل حياة صديقه الغير مناسب، يتدخل بخصوصياته، وهذا الشيء ما بيحبهوش صديقه الغير مناسب، فبالتالي حيبلش يبتعد عن ابنك. وبنفس الوقت انت بتعرف واحد من أصدقائك عنده مثلا ابن من جيل ابنك، وابنه ما شاء الله عنه شاطر ملتزم مؤدب سمعته رائعة جدا، باخذ ابني وبروح بزوره، بفتح باب لابني حتى يتعرف عليه. انت بهال3 خطوات هذولا، رقم 1 كثر الاعتذارات من ابنك لصديقه الغير مناسب حيخليه يبتعد عنه لأنه ما قدر يسيطر عليه ولا يتملكه. رقم 2، انت لما خليت ابنك يسأله عن تفاصيل حياته، وين رحت، شو عملت، شو سويت، انت الآن خليت الصديق غير مناسب يبعد عن ابنك لأنه ما بده حدا يتدخل بخصوصياته. والنقطة الأهم من هيك يا أب، انت خليت ابنك يصاحب الملتزمين الشاطرين المؤدبين، وهاي الفئة بكرهها الصديق الغير مناسب. فلهيك انت ضمنت علاقتك ومحبتك مع ابنك، ما دخلت معه بنقاشات، وبنفس الوقت بعدت عنه الصديق الغير مناسب. طبقوا هذا الأسلوب مع أبنائكم بناتكم، وربي يحفظنا وإياكم ويوفقنا للخير والفلاح والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.